يصورون على أن المغرب يجوع ويقتل مواطنيه. هي هليكوبتر مثلا تلقي المساعدات على إحدى القرى، لكن الناس الموجودين يقولون لها توقفي توقفي، يلوحون لها هكذا بزاف بزاف يكفي. المغرب قبل عروضا من 4 دول فقط، وهي إسبانيا بعثت له 56 جنديا و4 كلاب بوليسية لإنقاذ، وهي من وحدة الطوارئ العسكرية. قطر أرسلت فريق إنقاذ محملا بالمعدات والآليات اللازمة ومساعدات طبية وإنسانية عاجلة. بريطانيا أرسلت 60 فردا من فرق البحث والإنقاذ، والإمارات سيرت جسرا جويا لنقل مساعدات إغاثية عاجلة. الصحافة الفرنسية اعتبرت أن المغرب رفض مساعدات فرنسا، وجاءت العناوين هجومية. مثلا أعطيكم أمثلة: لماذا يرفض المغرب المساعدات الفرنسية؟ لماذا قبل المغرب المساعدات من إسبانيا ورفضها من فرنسا؟ لا للمساعدات الإنسانية من فرنسا، فرنسا والمغرب وأسباب الخلاف. الإعلام الفرنسي عزى قرار المغرب بتجاهل المساعدات الفرنسية لتخفيض عدد التأشيرات دخول المغاربة لفرنسا، وأيضا موقف فرنسا من الصحراء، وكذلك قضية برنامج بيغاسوس واتهام تقارير إعلامية المغرب بالتورط في عملية للتجسس على ماكرون. ماكرون نشر مقطع فيديو وجهه للمغاربة، توجه فيه إلى الشعب المغربي وليس إلى السلطات المغربية. تغريدات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن المغاربة يعلمون يعني النقاش والجدل الذي كان على المنصات الفرنسية. نيرمين تقول: هذا دليل على أن جميع القنوات الرسمية أغلقت في وجهه، تتحدث عن ماكرون، وفرنسا تعلم جيدا الباب الذي يجب أن تقصده لمعالجة الوضع الحالي، وليس مقطع فيديو أصلا سببه حكومة ماكرون وفتحها الإعلام بهذه الحملة المشينة. رشيد الكربي يقول لك: المغرب يعيش لحظة حزن ومأساة وطنية مفجعة، يعتصر قلبنا بالألم، ورئيس دولة لديه الوقت للحديث عن قضايا ثانوية ليس هي ما يهمنا الآن. محمد المرابط قال لك: محمد الفرنسيون بإعلامهم وحكومتهم أبانوا عن نظرة استعلائية كبيرة، وكأنهم يقولون للمغاربة: كيف تتجرؤون على رفض المساعدة التي عرضناها؟ ويصورون على أن المغرب يجوع ويقتل مواطنيه، وكأن المساعدة الفرنسية هي التي ستنقذ الجميع. أحمد القاري: متى أصبح مقبولا أن يخاطب رئيس دولة شعب دولة أخرى في شأن يكون الخطاب فيه عادة للمسؤولين مباشرة؟ ربما يشعر ماكرون أن فرنسة الشعب المغربي تعطيه سلطة على المغاربة، وهذا يبين خطورة الاستعمار اللغوي والثقافي. نادر: كل هذه تغريدات من مغاربة طبعا. نادر يقول لك: المغرب دولة ذات سيادة ويحق لها قبول ورفض وتقرير ما تريد، ولديها خبرة كبيرة في التعامل مع الكوارث. أرى هذا ماشي، أول زلزال يضرب المغرب وعارفين شنو كيديروا، والحمد لله بدينا نشوفوا النتائج على أرض الواقع. على كل حال، لو عدت إليكم إلى المساعدات الإنسانية، كمية المساعدات ليست العامل الأهم في هذه المرحلة من الكارثة، من الاستجابة. التوزيع هو المسألة الحاسمة. هذه هليكوبتر مثلا تلقي المساعدات على إحدى القرى، لكن الناس الموجودين يقولون لها توقفي توقفي، يلوحون لها هكذا بزاف بزاف يكفي. رأينا اخواننا في المغرب كلهم
يعني ساعدوا وعاونوا. أين من يتطوع بالدماء؟ أنا ملعوني بس نروح. علاش؟ النظام ما يخلفش تجمع المعونات. واش تنفع تخلي الغطاء الجوي ولا تخلي كذا؟ خيانات اللي راهي في الحقيقة ضر الرماد في العيون، ضر الرماد في العيون. لم يقولوا إلى يوم الناس هذا. رئيس الجمهورية مثلا تبون يعزي، ولم يقولوا بأن وزير الخارجية أحمد عطاف يعزي، بينما نسمع ماكرو باسمه وبايدن باسمه وشولز باسمه والآخرون بأسمائهم. اللي يدير الخير ما يشاور. أنت كي تحب تدير الخير تروح تقول له واحد محتاج تقول له نعاونك، إذا كان عنده أنا فيقول لك ما تعاونيش. هذه القضايا نتاع الجوائح والزلازل والفيضانات تسقط فيها جميع الأشياء، تخرج فيها المعادن الإنسانية. الشعوب التي فيها فطرة فإنها تعطف وتحن وتتجاوز على الأقل مرحلة استثنائية. يعني اللي يقول لك باللي الجزائر فتحت مجالها شيخ علي بن الحاج، يعني في ظروف كان فيه قطع علاقات الجزائر فتحت المجال تاعها. في زلزال الأصنام كان بيوم الجمعة سنة 1980 رأينا يعني إخواننا في تونس وفي ليبيا وفي المغرب ويعني كلهم يعني ساعدوا وعاونوا في الأيام الأولى. مد يد العون حتى ولو كان لمن خالفك في الرأي أو خالفك في العقيدة. رأينا أن هنالك من يتطوع بالدماء من السواح من ألمانيا ولا من فرنسا ولا من يتطوع. هذه نزعة إنسانية. أولا عندما تحدث كارثة أو زلزال أو فيضان أو جائحة لا بد أن يذهب التحفظات ترفع تماما. أي نظام جزائري أو غير جزائري لا يجوز له أن يعلق المشاركة إذا أذن النظام. هذا لا يعلق بشرط. احنا عندنا في العرب اللي يدير الخير ما يشاور. انت كي تحب تدير الخير تروح تقول له واحد محتاج تقول له نعاونك، اذا كان عنده انا فيقول لك ما تعاونيش، لان اللي يدير الخير ما يشاور. والموت بالضد مات، تيموت الميت بالضد مات، والعراس بالعرضات. هذه مش عرس، هذا ماتم. تفتح الحدود، اذا ما فتحناش الحدود نديروا نقاط، نخليو الشعب الجزائري يعبر عن حبه وعن مشاركته الوجدانية وعن محبته لإخوانه وعن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذه نعم. النزاعات السياسية ممكن بعد شهر شهرين لسبب داخلي خارجي عالمي تتغير الأمور وتولي مسألة ثانية. شفناها بين قطر وبين السعودية، شفناها صحيح. بين اليونان وبين تركيا وبين تركيا، يعني بين عشية وضحاها أصبحت الأمور شيء واحد آخر. لكن الذي يضيع في هذه المسألة هي الشعوب. هذه أنانية. هذه القضايا نتاع الجوائح والزلازل والفيضانات تسقط فيها جميع الأشياء، تخرج فيها المعادن الإنسانية، والشعوب تربي بعضها بعض، والشعوب تتعلم من بعضها بعض. وهذه فرصة يعني ثمينة ساقها الله لنا. ناس يموتوا شهداء وناس يعيشوا إن شاء الله سعداء. فهذه القضية يعني راك طرحت الأخ ناصر موضوعات كثيرة تتعلق بالوحدة، تتعلق بالعوالق، تتعلق بالفكر، تتعلق بالنخب، وما عندناش الوقت احنا باش نفصلوا كل نقطة. ولكن احنا نتكلموا في الجوهر. نحن في زلزال اسمحوا للجميع الولايات يجيوا بالشاحنات نتاعهم ويحطوا قدام مغنية ولا قدام تندوف ولا قدام بشار ولا كذا، وتصرف الدولة يا سيدي على صرفها. وإدريس الأول الذي أسس الدولة الأدارسة فر من الحجاز بعد موقعة فخ وراح لمصر وهرب من مكان إلى مكان. وين وجد المكان تاعو؟ وجدوا في المغرب.
ومن الذي سنده ومن الذي وقف معه؟ هذو سكان الجبال وقفوا معاه الأمازيغ، وهم اللي أسسوا دولة الأدارسة قامت على، وكل الدول الإسلامية اللي قامت في المغرب العربي قامت على أساس الأمازيغ الذين هم ناصروا وبايعوا وجاهدوا وعملوا الشيء على. لماذا نفرق؟ هذه فرصة لتوحيد الشعوب والعطف على بعضنا بعض. انا منعوني باش نروح، علاش؟ ما تقوليش النخب، لا، كاين نخب تحاول لكن مقموعه ممنوعه، ما يخلوهاش النظام، ما يخليكش تجمع المعونات، ما يخليكش تجمع حتى البطانيات في المساجد، في الشوارع، في المضارب الناس، في كذا مسموع. اذا هذه البيانات اللي راهي في الحقيقه ضر للرماد في العيون. واش تنفع جايه تخلي الغطاء الجوي ولا تخلي كذا؟ خلي البر هو الصح، الناس تروح للبر، بالبحر، بالجبال، كاين بلايص يدخلوا فيها الحمير والبغال والى اخره. لماذا نمنع؟ هذا في الحقيقة اللي حبيت نقول حتى لا أزيد، ولكن نقاط كثيرة لقد أثرتموها. بارك الله